صباح الخير، ازيكم؟ بيجي لنا أسئلة كتير من بعض الزملاء عن سنة الامتياز في انجلترا، والتقديم عليها بيكون ازاي وايه الشروط بتاعتها، وهل ينفع اخد سنة امتياز في مصر وسنة في انجلترا، يعني وأسئلة من هذا القبيل. فأنا قلت بقى يعني نستشير أهل الخبرة في هذا الشأن، لأن الموضوع خرج من ايدينا. فاحنا دلوقتي هنروح نقابل الدكتورة ياسمين، هي واخدة سنة امتياز هنا في انجلترا، ونفهم منها بقى يعني أكتر عن الموضوع ده ونسألها كل الأسئلة دي. يلا بينا. طبعا احنا نحب نبارك النهارده لكل حبايبنا الزملكاويه على السوبر الافريقي. يعني صراحه الماتش كان حلو، والزمالك يستحق الفوز بجداره رغم اني اهلاوي. فالف الف مبروك لكل الزملكاويه، وان شاء الله يعني ربنا يعودها عليكم بخير بقى. مساء الخير. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا كريم؟ عامله ايه في الاف 2 ستاند الون؟ الحمد لله والله لطيف يعني. حاسه ان الدنيا ماشيه؟ الدنيا ماشيه بس يعني هو في شويه ستراجلز كاول روتيشن. طيب يعني انا قبل ما اجي هنا عرفت الناس عليكي، بس يا ريت ايه تقدمي نفسك بقى، يعني قدمي نفسك للجمهور. انا ياسمين، خريجه طب المنصوره. حاليا بعمل فاونديشن يير 2 ستاند الون انتي دفعه كام؟ 2020. لا انا اكبر منك. انا بيجي لي كتير اسئله عن الاف 2 ستاند الون، وعشان انا ما دخلتهاش ففي حاجات كتير انا بقعد ادور عليها واجاوب الناس، بس في حاجات ما ببقاش عارفها. فانا عارف طريقه التقديم والبروسيس، بس انت يا ريت لو تشرحي لنا التايم لاين كده للناس، اللي هو بتقدم ازاي، بعد ما بتقدم ايه المطلوب منك في الشروط عشان تبقى انت شورت ليستد، والانترفيو بتمشي ازاي وهكذا. يعني اشرحي لنا البروسيس كلها. البروجرام بيبتدي كل سنه في التقديم عليه بيبتدي في شهر يناير. تمام، بتهيألي التايم لاين بتاعنا في 2025 لسه ما نزلش، بس ده بتاع 2024. 2024 التقديم عليه بيبقى التقديم على اوريل. الشروط تبقى متخرجت، عامل 1 year internship سنة امتياز واحدة، تمام، ويبقى معاك يعني expected انك يبقى معاك الفول جي ام سي ريجستريشن باي ذا تايم اللي انت هتبدا فيه. بالظبط. يعني وقت التقديم مش ضروري ان يبقى حد اوريدي خلص البلاب وخلص الجي ام سي، يعني لو هو اوريدي حاجز الامتحان مثلا شهر 5 لازم يبقى هو بس يعني على الاقل معاه بلاب 1 اوكي، وحاجز بلاب 2 عشان يكونوا متاكدين ان هو غالبا خلاص يعني خلاص اوريدي almost there يعني. almost there. الانجلش سيرتيفيكيشن الايلتس او الاو اي تي لازم يكون جايب، لو او اي تي على الاقل 400 في كل كاتيجوري، لو ايلتس يبقى جايب 7.5 في كل كاتيجوري. بعد كده اللي هو خلاص بقى احنا قدمنا ويبقى معاك اي ال اس او اي ال اس من الشروط بتاعت الاف 2. تمام. بعد كده بتقدم عادي على اوريل في شهر يناير، يعني اسبوعين كده ولا حاجه. بيفتح يعني اسبوعين 9 خلص 23 يناير. على اخر الشهر بيبقى اللونج ليستنج اوتكم، الناس اوكي الاليجيبل. غالبا كل الناس بتبقى لونج ليستد لو انت مقدم صح يعني. بس بعد كده ايه بنعمل ايه بقى؟ بنقدم على السيتويشنال جادجمنت تيست. ناس كتير بتستراجل بالذات لو هم جايين من مصر في موضوع الاس جي تي ده، لان احنا مش متعودين على نظام الشغل هنا. انا دلوقتي اصلا بذاكر الام اس ار اي، وحاسس ان انا في اسئله كتيره من الاس جي تي ما ببقاش عارف ارتبهم، او دايما مش دايما الترتيب اللي انا برتبه في البريفرنس بتاع الاجابات بيطلع هو ده اللي هم عايزينه. فيعني انت حضرتي للاس جي تي ازاي؟ هو امتحان يعني ملوش ملكه كده. بالظبط. يعني هو الفكره ان الاس جي تي بتاع الفاونديشن ده مش بترتب الحاجات، هو بيجيب لك بيقول لك choose the most appropriate. مش واحده بس، يعني هو بيجيب لك اختيارات كتير. 5 اختيارات يقول لك اختار منهم شويه. بالظبط، اللي هو مش اختار منهم، مش رتبهم برضو، اللي هو ريت يعني most appropriate least appropriate وهكذا. appropriate بس نص نص، غالبا مفيش حاجه هتبقى نص نص، في حاجات ممكن تختار نيوترال. يعني لو هم مثلا سؤال وفي 5 اختيارات، انت بترتبيهم من حيث ايه الموست ابروبريت للليست ابروبريت؟ مش بترتبهم، ممكن كلهم يبقوا موست ابروبريت عادي انت بتختار بس دي موست ابروبريت، دي الليست ابروبريت لو هي حاجه غلط خالص يعني، وهكذا. بس مش ترتيب يعني، ممكن كلهم يبقوا نفس ياخدوا نفس الريتنج يعني، هي ريتنج مش كلهم ابروبريت مثلا. طب انت حضرتي الاس جي تي بتاع الفاونديشن منين بقى؟ اليو كي فاونديشن بروجرام ليهم ويب سايت
الويب سايت ده هتلاقي عليه كل الكرايتيريا بتاعت الاليجيبيليتي والتايم لاينز بتاعت السنين اللي فاتت والحاجات دي. فهم منزلين عليه فايل للاس جي تي. دي الحاجه الوحيده غالبا اللي هتلاقيها اصلا الامتحان ده سبيسيفيكلي. الامتحان ده حوالي 24 صفحه كده كاتب لك فيها الموست كومن سيناريوز وكل واحده ليه ليه هي ابروبريت ليه مش ابروبريت. فده هو بيزيكلي الحاجه الوحيده اللي هم ناشرينها. في حاجه تانية كنت لقيتها اللي هو اوكسفورد كانوا عاملين اس جي تي اوكسفورد هاند بوك. انا جايب مختلف. هو ده شبه الام اس اي. ده للام اس اي اكتر. انا جايب الاوكسفورد هاند بوك فعلا، هو معايا اصلا في الشنطه هنا، بذاكر منه للام اس ار اي، لان تقريبا اسئله الام اس ار اي مختلفه شويه عن اسئله الاس جي تي بتاعه الفاونديشن يعني. بس هو بيديك فكره. هو حلو لطيف يعني. انا برضو هو كبير شويه بتهيألي كان 300 صفحه. هو 300 سؤال بالتفسير بتاعهم بقى يعني. هو السؤال بالاكسبلانيشن يديك فكره عن هم هنا بيفكروا ازاي او ايه الحاجات الكويسه ايه الحاجات. لان فعلا انت بتلاقي حاجات غريبه يعني. مثلا كان يقول لك لو لقيت واحد مثلا زميلك نايم في الشيفت وانت الدنيا ازدحمت عليك وهكذا، ما تسيبه يا اخي. لا اله الا الله. انت ما يا كئيب يا عدو الفرحه، ما تسيب الراجل نايم. سيب الراجل فرحان. الفكره ان اتس توتالي ديفرنت يعني مثلا في مصر ما كانت بتحصل فعلا تبقى في النبطشيه وبالليل وتلاقي الناس نايمه. احنا كنا بنروح نصحيهم. هو ده المشكله يعني ان هو فعلا هنا هو expecting منك انك تاكت بروفيشنالي all the time في مجال المشاعر الانسانيه وكل حاجه. بس لو في حاجه معينه بتحصل وانت شايفها مش مظبوطه، هي expecting you انك تروح تعمل incident form وانك تبلغ الكونسلتنت وانك مش عارف ايه اللي هو ليه بتكبروا المواضيع ليه يا جماعه؟ الراجل نايم عادي يعني. سيبه ينام. لا هو الفكره حتى الاتيكاليتي اصلا مختلفه. سنس الاتيكاليتي مختلف. فمثلا تلاقي انه لو انت بترانك الموضوع يقول لك اول حاجه مثلا حاول تصحيه. هو قال لك انا عايز انام. ايوه تمام. فانت هتعمل ايه؟ هتروح مثلا تشتغل تاخد الورك لود كله لوحدك وتسيبه نايم. دي مش الموست ابروبريت بالظبط. يبقى انت كده ده unsafe للبيشنتس. بالظبط. فاللي هو فعلا عايزك تبقى عصفوره برده شويه. اللي هو ايه لا هروح اقول للكونسلتنت عليك. والله لا هروح اقول للاستشاري بتاع النبطشيه. لو انت في مصر اصلا انت ما معكش رقم استشاري النبطشيه ده، ما تعرفش ده مين. ده انسان بيجي يعمل الورد راوند الصبح ويمشي، انا ما بشوفوش. لا بس عارف لما اشتغلت هنا شويه برضو هي الفكره مش انك هتكلم الكونسلتنت هيصحيه. هو كده الراجل ده نايم خلاص انت هتشيل الشغل لوحدك النهارده. ايوه اب تو ذا بوينت انك انت تقدر تستحمل. بس هي الفكره انك تعرف حد عشان ده ما يتكررش تاني او عشان هم ياخدوا اكشن معاه. بالظبط يلفتوا انتباه. في اسئله كتير والله العظيم بشوفها في البتاع بقى اقعد اضحك عليها. يعني مثلا عندنا في مصر فكره انك تو توك تو ذا ريلاتيفز دي فكره عاديه جدا، مش موجود اصلا منطق ان انت لا الكونفيدنشاليتي وان انا ما ينفعش اكلم الريلاتيف. يعني انا عادي ممكن في النبطشيه يجي لي حد يسالني يقول لي والله عبده مثلا اللي في سرير 5 عامل ايه، احكي له تاريخه المرضي كله من ساعه ما دخل المستشفى لغايه دلوقتي. انما هنا ممنوع مستحيل. لو كلمت الريلاتيف انت صفر، خدت صفر على الشمال. الاستراجلز فعلا اللي بتقابلها هنا انك انت بتعمل حاجات بتحس انها عاديه خالص تكتشف انها لا بالظبط اللي هو لا ما ينفعش. هنا البيشنت له بيحترموا قوي السيفتي والكونفيدنشاليتي بتاع العيان. الاس جي تي الاول بتجيت انفايت انك انت تحجز الامتحان. اصلا بيبقى غالبا شهر 2 بيجي لك انفيتيشن يعني على الايميل انه انت محتاج تحجزه. تهيألي في مصر هو انت عندك 2 اوبشنز يعني. بيقول لك عايز تعمله اونلاين بس اعتقد دي مش حاجه ريلايبل قوي يعني مع النت بتاعنا في مصر. النت والكهرباء وكده فدي مشكله. فانا ما حجزتوش اونلاين. رحت عملته. بتهيألي ما فيش مكان في مصر غير في الجامعه الامريكيه. بتحجز الميعاد وبتروح في الميعاد ده. غالبا الامتحان بيبقى في شهر 3. الاوتكم بتاعه بيبقى في شهر 4 في اول 4 كده. في اول 4 لو انت جبتي السكور المطلوب بقى بعد كده بيعملوا انترفيو. هي الفكره ان هو ملوش سكور مطلوب يعني. هو حسب الناس عملت فيه ايه. فالسكور بيزد على حسب الناس بيزد اون البرفورمانس بتاع الناس اللي دخلت معاك. دخلت الامتحان ده سبيسيفيكلي معاك. وانس ان النتيجه بتطلع هو بيعرفك بقى بيقول لك الكات اوف كان الدرجه الفلانيه وانت جبت كذا. يو ار ناو شورت ليستد. شورت ليست تمام. وانس انك تبقى شورت ليستد بيبعت لك بقى انك تحجز امتحان ميعاد للانترفيو. الانترفيو بيبقى تلت ساعه كده. بيبقى على تيمز على مايكروسوفت تيمز. تمام. بتخش تلاقي بانل كده 3-4 اشخاص بيعرفوا نفسهم. هي دي بقى برضو مشكله عندنا شويه يعني. يفضل انك من قبلها تبقى حاجز ميعاد. شوف بقى القرار بتقطع امتى. شوف يعني الموضوع ده كان ستريسفول جدا صراحه يعني. ادوني 20 دقيقه انترنت ستيبل بس مستقبلي هيضيع. لا بجد لا يعني. انا اعرف ناس كانت جايبه درجات كويسه جدا في الاس جي تي ما لحقوش الامتحان فعلا. هو مش هيديك ميعاد تاني. هو ملوش دعوه يعني. لو انت عايز تاجله من قبلها مثلا من عيان في مشكله قشطه ممكن يعديها لك. بس انما وقتها جه الميعاد وانت ما عرفتش تبقى موجود خلاص اكسكلودد مش هتدخل. طب الانترفيو انت حضرت لها من سورس معين ولا خالص؟ انا اصلا كنت لسه راجعه من بلاب 2 يعني. كنت قدمت قبل ما امتحن. وامتحنت ورجعت بعدها بيومين كده الانترفيو يعني كان عملته. فما كانش وقت احضر. فهي الفكره
هي الانترفيو بيبقى عباره عن 3 سيناريوز قريبين قوي من بلاب 2. ما بيسالوش اسئله انترفيوهات بقى اللي هو كلمني عن في نفسك الاول بيسالك وبتاع. 5 دقايق يقول لك كلمني عن نفسك، عملت ايه لحد دلوقتي مثلا، تمام. تحكي له بقى انا خريج كذا مش عارف ايه، عملت ايه، لو اشتغلت اي فتره بعد الامتياز، عندك اي خبره في اي حاجه يعني أيوة. كده 5 دقايق كده تتكلم فيهم عن نفسك يعني. بعد كده يبتدي معاك الكلينيكال سيناريوز على طول بقى. ممكن 3 يبقوا كلينيكال، ممكن يبقى فيهم واحده ايثيكال. واحد ايثيكال سيناريو. بس انا سالوني 3 كانوا كلينيكال سيناريوز وقريبين قوي من السمان بتاع البلاب 2. انا كنت طبعا بقدم على وظيفه تراست جريد، وانا في الانترفيو كان اداني 2 سيناريوز، واحد كلينيكال واحد ايثيكال. السيناريو الايثيكال انا لسه فاكره والله، اللي هو الاسئله بتاعت فعلا بلابتو، اللي هو زميلك جاي متاخر وانت والموضوع بيتكرر كتير وبقاله فتره انت حاسس ان هو مكتئب كده وهيز نوت دوينج هيز جوب ويل، هو جاي النهارده متاخر، هتعمل ايه؟ فلو بقى انت المفروض الاول تابروتش هيم، تساله انت طب انت عامل ايه، في مشاكل في حياتك يا عم، هو انا الثيرابيست بتاعه. حصلت هنا مره يعني، مره كنت جاي متاخر الباص، اتاخر 10 دقايق مثلا، فلقيت واحده بتسالني هو انت كويسه وكده، اللي هو عادي الباص اتاخر والله تحسي السيناريو بيتكرر، ده انتوا عايشين في السيناريو. ايه ده المجتمع ده. هو صراحة فيها حتة حلوة ان هو بيقول لك الاول اسأله شوف هو يعني how's his well being، هل هو كويس، في مشاكل عنده في حياته، بحيث لو في مشاكل في سيستمز محطوطة بحيث هو الاوكيوبيشنال هيلث بقى يتكلموا معاه، يريفير هيم تو ثيرابي، وفي نفس الوقت ده عشان لو حد مهمل اصلا يعني لو في حاجه غلط بالظبط. بس انا والله هي فكره كويسه، هو فكره انه كله بياخد باله من بعضه، اسرع مع بعضينا. لو سؤال ايثيكال هيبقى شبه الاس جي تي، لو سؤال كلينيكال هيبقى شبه السمان اكتر، يقول لك مثلا كريتيكالي ال بيشنت بقى وهتعمل معاه ايه، تصرف بقى. واتس ريلي امبورتنت انك انت وانت بتجاوب تحط نفسك في سيتويشن، انت اف 2 دلوقتي، انت امتياز، ما ينفعش تقول له هخش وهعمل بقى وانا تنين مجنح بقى وانا هعمل كل حاجه لوحدي. لا دي سي شوك ومش يعني. في مره سالوني برضو في واحد منهم اتريال فيبريليشن معاه هيمودايناميكلي انستيبل بيشنت، ده هيحتاج دي سي شوك بقى. هيحتاج دي سي شوك، فهو قال لي هتعمليها انت؟ لا مش هعملها. يا بيه انا ما اعرفش جهاز الدي سي ده شكله ايه اصلا. بالظبط، اللي هو ولا حتى لو انت بتعرف تعملها ما ينفعش تعملها يعني، هو عايز يتاكد انك انت احنا هنتكلم بقى الاكيوت ريسبونس تيم، هم ييجوا بالديفايبريليتور بتاعهم ويتعاملوا مع البيشنت يعني. اصلا هم اكسبكتنج منك، لان انت واحده مثلا معاكي اي ال اس، فالمفروض ان اللي معاه اي ال اس بيعرف ازاي يتعامل مع الديفايبريليتور، وان لو مثلا اتريال فايبريليشن هديله سينكرونايز دي سي شوك، هم عارفين ده بس مش عايزينك تعمليه لوحدك، اللي هو لازم يبقى في حد معاكي. هو عايز يتاكد انك انت هتبقى سيف وانك انت مش هتعمل حاجه من دماغك يعني. وكان دايما يقول لك ايه دونت وير ا هات ذاتس نوت يور هات يعني، ما تعملش نفسك بقى ايه انا اللي هنقذ يعني، حتى لو انقذته في الاخر ما حدش لانك لو انقذته مش هتاخد الكريدت اللي انت منتظره، لكن لو حصل حاجه هتاخد البليم. هو بيقعد بقى يغير لك الاسئله يعني، يديك سيناريو ويقول لك هتعمل ايه او ايه اللي انت شاكك فيه، الدايجنوز مثلا ايه الديفرنشالز بتاعتك، بعدين يجي يقول لك طب دخلته وشفته مثلا هتنادي مين، هتكلم مين، طب مثلا حاجه سيرجيكال يبقى هنكلم مثلا السيرجيكال تيم، نكلم السيرجيكال تيم مش عارف ايه، يغير لك بقى شويه، طب الراجل دلوقتي مثلا ضغطه بدل ما كان كذا بقى كذا هتعمل ايه يعني، بيحاول يغير لك السيناريو كده. هو عشان الناس ما تبقاش حافظه السيناريوهات، هو عايزك ايه الرياكشن بتاعك لو انت في السيتويشن، فبيحاولوا يغيروا في الموضوع شويه عشان يعني يشوفوا انت هتتصرف ازاي. بالظبط. النتيجه لما بتطلع يعني هما بيقيموا بيزد على كذا حاجه، بيقيموك على الكلينيكال جادجمنت بتاعك بيزد على اجاباتك طبعا يعني، بيقيمك على الانجليش، وبيقيمك على برضه شويه حاجات كده، هو سبجكتيف جدا يعني، اللي هو انت عجبته كده كشخص كده، تتكلم كويس، فاهم كويس برضه كل ما لو انت السي في بتاعك كويس، لو انت البورتفوليو بتاعك حلو برضه يديك شويه بوينتس، بس هو برضه شويه في حظ يعني. والله هي الانترفيوهات دي بجد 50% منها فعلا لك يعني، اللي انت الناس اللي انت هتعمل معاهم انترفيو ناس كويسين ولا لا. طب هل في ايج ليميت او اكسبيرينس ليميت للاف 2؟ ايج ليميت لا، بس هو يعني في رايي هو انسب للخريجين الجداد، هو انسب لحد لسه متخرج جديد ده حقيقي، رغم ان في الاف 2 اللي جايين جداد في حد ما شاء الله كبير شفته، بس هي يعني اعتقد اغلب الناس مش هتبقى حابه ده يعني. ايوه انك تبقى بالظبط حد كبير سنا وبعدين تاخد ليفل اقل من حتى لو انت مثلا اشتغلت في بلد تانية وجاي على اف 2 هيبقى تلاقي ناس اللي هو اصغر منك وعمالين مثلا يوردر يو اراوند لو هو ريجسترار او كده، تبقى احيانا مش نايس يعني لو حد بياخد الموضوع على قلبه قوي يعني. انت بقالك دلوقتي الاف 2 3 شهور صح؟ بقالي دلوقتي شهرين. ايه بقى انطباعاتك لغايه دلوقتي؟ مبسوطه؟ مبسوطه يا ياسمين؟ عيط والله. لا هقول لك، هو الحلو في البروجرام ده انك انت بدل ما تيجي على تريننج تبقى الناس اكسبكتنج انك انت اوريدي يعني عارف كل حاجه، انت مهما كان عندك نوليدج طبيه يعني، فانت بتبقى جاي مش فاهم اي حاجه هنا انت جاي مش عارف السيستم ماشي ازاي صح. فهو يعني حلو مثلا هو هيعمل لك اندكشن يعني السيستم وازاي تستعمله، وات يو جونا فيس في الديفرنت ديبارتمنتس، طبعا انت هتنسى كل الكلام ده تاني يوم عادي جدا. هو صراحه
بس هو كويس. انا اكتر حاجه بحبها في الفاونديشن، وعشان كده بقول للناس تيجي على فاونديشن او على F2، ان هو بروجرام ويل سبورتد. انت عندك في الفاونديشن اديوكيشن التيم ده تيم كامل مسؤولين عنك، عندك مشاكل هيساعدوك في التيتشنج بتاع الفاونديشن، الاندكشن زي ما انت ما قلتي، بيبقى ويل سبورتد اكتر من انك تيجي على تراست جريد او انك تيجي على تريننج وانت لسه ما عندكش الخبره الكافيه انك تبدا تريننج. وفي نفس الوقت هم مش اكسبكت منك حاجات كتير، يعني عارف انك انت F2 ليفل. بالظبط. فهي دي النقطه. فهو كتريننج حلو، انت بتبقى سبورتد، عندك educational clinical supervisor بيتابعوا معاك كل حاجه، عندك teaching زي ما قلت، عندك induction في الاول خالص، induction البروجرام ذاته الفاونديشن بروجرام، بعد كده induction لوكال في كل روتيشن في كل مكان. معاك حد دايما هترجع له، حتى يعني قريب برضو كنت احتجت الفاونديشن دايركتور في حاجه، الراجل ما تاخرش يعني. الفاونديشن دايركتور الموجود دلوقتي ده جديد، ما كانش موجود السنه اللي فاتت. بس اعتقد هو راجل شاطر يعني. ومهتم جدا يعني. داون سايد للموضوع شويه ان هو ستيل برضو انت جاي، يعني هو متوقع انت F2، فهو بالنسبه له انت المفروض انت تعمل F1، فهو بيعاملك ك F2، يعني ال F2 اللي متخرج من هنا او اللي هو خد F1 هنا بيبقى طبعا يبقى خد على السيستم، يبقى متعود الدنيا اكتر وهكذا، فهو بيتوقع منك نفس الاتيتيود او نفس هو الفكره ان احنا كاكسبيرينس كلينيكال ما بتبقاش عندنا مشكله، احنا بالزبط. مشكلتنا كلها في التعامل مع السيستم بتاعكم يا جماعه، لسه ما نعرفش اللي هو لو حصل حاجه معينه، موقف معين، انا اتعامل فيه ازاي من حيث الكالتشر بتاعه الورك انفايرمنت نفسها. انما كلينيكالي انا ممكن اعرف اتعامل، بس هل المفروض مني اتعامل، ولا هل المفروض مني اكلم حد، ولا اريفير لمين ازاي؟ بتتعود واحده واحده، بتعرف واحده واحده وكده. أيوه. بس بتلاقي مثلا لا لو حد F2 جديد معاك بس هو واخد F1، فهو عارف الريفيرال، عارف هيعمل ايه بالظبط، لانه اشتغل سنه F1 هنا. في حاجه تانية برضو، هو ك F2 انت متوقع منك انك تبقى بتعمل اون كولز، بتعمل نايتس، بتعمل شيفتس اكسترا، يعني الشيفتس دي مش دايما بيبقى معاك حد قوي يعني. اعتقد دي على حسب السبيشالتي اللي انت في الروتيشن فيها دلوقتي. يعني في الميديسن اتليست عندنا ميديسن سبورتد جدا في الاون كولز، سواء نايتس او دايز. جراحه والله العظيم ايدك والقبر من الناس اللي معاكي، ما فيش حد، لا الكونسلتنتس ولا الريجسترارز يا باشا اتصرف، بس طبعا لا فانت متوقع منك انك تتصرف لوحدك، ويبقى عندك شويه اوتونومي انك تاخد قراراتك لوحدك في الجراحه بالذات. واعتقد من ضمن المميزات الحلوه برضو احنا نسينا نقولها، ان في اخر سنه الF2 انت ضامن انك ان شاء الله لو عملت الكرايتيريا اللي مطلوبه منك على مدار السنه، هتاخد الFPCC او الفاونديشن بروجرام سيرتيفيكت دي عشان تعرف تقدم على ترين. بالظبط، دي هتفيدك جدا صراحه. والفكره كمان حاجه تانية مهمه، انت بتبيلد اب البورتفوليو بتاعك في الوقت ده، يعني انت مطلوب منك انك تعمل تيتشنجز واوديتس والحاجات دي كلها سكيلز. طول ما انت ماشي في البروجرام انت بتشتغل على مطلوبه منك، وفي نفس الوقت بتساعدك لما تيجي تقدم على تريننج في التريننج بالظبط، وهيبقى معاك شهاده انك انت كانك خلاص امتيازك هنا يعني. طبعا NHS اكسبيرينس، لان دلوقتي بقى كل التريننج محتاج NHS اكسبيرينس يعني، حتى لو انت اعتقد دي يعني من الافضليات الكبيره جدا للفاونديشن، لان كونك اما بتبقى انت تراست جريد انت تحت رحمه الناس اللي معاك. يعني عادي ممكن ما حدش يرضى يمضي، هو معظم الناس بتمضيها عادي ايفينشولي الكريست فورم. يعني انت مش محتاج كريست فورم في الF2 ستاند الون باي ذا واي يعني. لان انت بتاخد FPCC، انت بتاخد شهاده الامتياز كانك خدت امتياز في انجلترا عادي جدا. انما لو انت جاي تراست جريد بقى، انت ما فيش معاك فاونديشن سيرتيفيكت، فانت هتحتاج تعمل الكريست فورم، ومعظم الناس بتحتاج تعمل كريست فورم. فلو انت بقى اتيتيودك مش عاجب الناس اللي معاك، او لو انت جديد ومش عارف السيستم، ممكن بعد 3-4 شهور لو انت عايز تمضي الكريست فورم يقول لك لا استنى شويه معلش مش هنقدر نمضيها لك، وتضطر تستنى بقى، خلاص مش هتعرف تقدم على تريننج غير لما حد يمضيها لك. فدي افضليه صراحه للفاونديشن يعني. الفاونديشن حلو لحد جاي جديد الصراحه، يعني حاجه سبورتد زي ما انت قلت، وهتعودك على يعني هتخش فاهم بقى خلاص النظام، فاهم الناس بتعمل ازاي، فاهم الكالتشر، بس هي على حسب بقى الروتيشن اللي انت فيه يعني. انت بمناسبه الروتيشنز انت بتاخدي 3 روتيشنز صح؟ كل واحده 4 شهور. انا كنت سالتك قبل الفيديو ما نفتحه، بس انت مش بتقدري انك تختاري الروتيشنز بتاعتك. فكره ان هم بيمتحنوا ناس اكتر من عدد البوست الموجوده، يعني احنا مثلا السنه دي كان في 240 بوست، اللي دخلوا انترفيو 400 وشويه، فهو اوريدي يعني نص الناس خلاص اكسكلودد، بيدي رانك، واللي هو خلاص انا محتاج 240 مثلا، فخلاص 240 الاولانيين. بتخش بعد كده بيفتحوا انك انت ترتب البوست، يعلنوا عن البوست ويقول لك بقى مرتبهم زي رتبهم، حط بريفرنس كانك بتعمل رغبات. بالظبط، هي نفس فكره الرغبات. الموضوع صعب جدا على فكره، لان انت بتبقى انت في UK كلها، انت بترتب الدينريز وبترتب التخصصات، ولا بالزبط. بترتب الدينريز بس؟ بترتب الدينريز والتخصصات. تمام. الدينريز دي يا جماعه اللي هو زي اسمها ايه، مديريه الصحه اللي انت هتشتغل فيها يعني. محافظات يعني، اللي هو الموقع الجغرافي كان ايه كده. ترتب الدينريز، شوف انت عايز تروح فين،
وشوف ده اهم بالنسبه لك ان المكان ولا البوست. ما جايز انت حابب بوست معين مثلا مش موجود غير في مكان معين. كل دينري هيبقى كاتب لك البوست، اغلبهم كانوا سايكاتري وسيرجري وميديسن ان تي او امرجنسي بيزيكلي. ده كان اغلب الحاجات. زي مثلا بوست كده تخدير في النص كده، انا كنت عايزه اشتغل بس ما عرفتيش تاخدي. مش عارف بوست يعني برضو في حاجات كده. انت الروتيشنز اللي خدتيها سايكايتري وايه؟ سايكاتري جي بي وامرجنسي. سايكاتري وجي بي والله حلو. يعني هو برضو جميل في نقطه ان انت بتاخد خبره من كذا حاجه. بالظبط، وده بيساعدك انت اصلا عايز تعمل ايه بعد كده يعني. انت لو جاي تراست جريد خلاص انت شغال في الوظيفه دي في التخصص ده، مش هتنقل في حته. انما كاف 2 انت اتليست بتلف على 3 تخصصات، بيديك خبره في كذا حاجه، بحيث لما تيجي تقدم بعد كده تبقى انت نوعا ما خدت خبره، يعني عرفت انت عايز تقدم على ايه. بعد الانترفيو انت الاس جي تي سكور ده مش مهم في اي حاجه خالص. هو الرانك بتاعك على حسب الانترفيو. بترتب رغباتك وبيزد على الرانك بتاعك وبيزد على الناس عايزه ايه وهكذا. نفس فكره التنسيق يعني. بيجي لك بوست تمام، وانس البوست ده بيجي لك البوست خلاص. هو عشان كده بقول لك ما فيش يعني انت بتختار بنسبه، يعني تختار البريفرنسز بتاعتك، بس هو البوست ثابت. يعني مش بالضروره اللي انت هتختاره هيجي لك يعني. بالظبط. فالرانك دي بيزد عليه. انت مثلا لو رانك 1 يبقى انت احسن واحد في الانترفيو، يبقى انت احسن واحد في انت هتاخد اول رغبه انت كده، فلازم تكتبها حلوه قوي. يبقى لازم تاخد بالك انت، لانك لو خدتها وبعدين قلت لا انا مش عايزها هتبقى مشكله، لان يعني صعب تبدل بعد كده. ايوه. هو بيتيح لك فرصه انك لو جالك رغبه تاخدها، او انك تopt فور اللي هو تعمل لها هولد مثلا وتشوف لو في حاجه تانية جات لك ولا لا. لو حد غير رايه مثلا وانت بقت المكان ده بقى فاضي دلوقتي فانت تاخده، بس ده مش مضمون قوي يعني. انما التنسيق ده بيزد اون انت سكورك في الانترفيو كان عامل ازاي. بالظبط. الديوتيز بتاعتك في الاف 2 بتحسي ان هي مناسبه للليفل اوف اكسبيرينس بتاعتك، ولا بتحسي ان في حاجه لسه انت مش اكوموديتد عليها او مش اكاستمد عليها؟ لا يعني صراحه حاجات بيزك خالص يعني. مش حاسه انها مثلا حاجه صعبه. الصعوبه كلها في فكره انك تفهم السيستم وتفهم ايه المطلوب منك برضو. يعني ساعات التاسك ما بتبقاش واضحه قوي، بس وانس انها واضحه غالبا يعني مش بيبقى طالب منك حاجات اكسترا يعني. وزي ما انت قلت دايما في سبورت، دايما في حد معاك يعني. لو قال لك ريفيو ا بيشنت مثلا وانت فعلا ما عندكش فكره خلاص، بس انت عندك الاساسيات يعني. هو لو كريتيكال البيشنت هتبقى اي بي سي دي بالظبط. لو هو مثلا هيستوري تيكينج عادي هتاخد هيستوري وتشوف. غالبا هيبقى في مخك بعض الديفرنشالز او بلان معينه انت عايز تعملها، بس لو انت مش متاكد انت بترجع بقى هتتكلم مع الكونسلتنت او الريجسترار او ايا كان. بالظبط. فغالبا المطلوب منك ما بيبقاش حاجات صعبه خالص يعني. السكيلز ذاتها يعني برضو اللي هو حاجات يعني كانيوليشن البي جي اللي هي بيزك سكيلز يعني. طب انا هسالك سؤال، لو انت ما كنتيش عرفتي تدخلي الاف 2 خلاص انت بعد الشهر الحمد لله دخلتي يعني، لو كنتي هتستني السنه الجايه وتقدمي، ولا كنتي هتقدمي على تراست جريد بقى وخلاص؟ الفكره ان الموضوع جه معايا يعني مشي حلو شويه، لان كنت لسه مخلصه بلاب 2 وخلصت الجي ام سي ريجستريشن وجيت على طول ما شاء الله يعني. خبط كده. اللهم لا حسد. اللهم لا. انا قعدت سنه ونص بقدم على وظايف بعد الجي ام سي ريجستريشن. يعني انا بقول لك يعني دي كانت اول وظيفه اقدم عليها اصلا فعلا. الموضوع فعلا يعني كان في نسبه توفيق. انت عارف انا مشكلتي بجد ان انا يعني وانا بقدم على بعد ما خلصت بلاب 1 بلاب 2 بتاعي اتاجل بسبب الكورونا. كنت وقتها في وقت الكورونا دي. انا امتحنت بلاب 2 في وقت سيء قوي. انا امتحنته في شهر 2 يا ربي في شهر 4 اللي هو كان طبعا التقديم على الفاونديشن خلص، والتقديم على التريننج اللي هو بتاع يناير خلص، لان مش هلحق اقدم على التريننج بتاع يناير. بس ما كنتش عارف اصلا بقى ان لسه ان في راوند تاني في 9 والكلام ده. فقعدت سنه بقدم والله لغايه السنه اللي بعدها في شهر 1 جالي الانترفيو بتاعت الجوب اللي انا فيها دي ودخلتها بقى يعني. هو الموضوع فعلا بقى صعب قوي. انا ممكن اللي ساعدني شويه ان انا كنت عارفه عن البروجرام من قبل كده. والله النوليدج از باور يا جماعه. ما هي دي على فكره دلوقتي الوقت كويس لان البروجرام هيفتح في يناير اللي جاي بالظبط. هتلاقيهم كده على ديسمبر هيحطوا التايم لاين بتاع السنه الجديده باذن الله. فلو حد خلاص معاه بلاب 1 او خلاص هياخده في الفتره الجايه او هيمتحن بلاب 2 في الفتره اللي هي من شهر 1 اللي جاي لغايه قبل شهر 8 يقدم على الفاونديشن باذن الله في يناير. انا عامه بتهيألي ما عادش عندي اسئله تانية خالص يعني. لو انت حابه تضيفي اي حاجه من واقع خبرتك العمليه. opportunity حلوه قوي لاي حد عايز يجي على يعني يجي سبورتد. هي فعلا هي وظيفه ويل سبورتد جدا. بدايه حلوه لاي حد لسه يعني فريش جراد او متخرج بقاله سنه او 2 بالكتير. دي احلى حاجه ممكن حد يجي عليها يعني. في نقطه احنا كنا اتكلمنا فيها برضو اللي هي موضوع الامتياز في مصر. بالظبط. ده بقى انا مش متاكده لانه بقى 2 سنين. احنا دورنا شويه على موضوع لو انت خدت سنه امتياز في مصر وعايز تيجي هنا، بس بنسبه كبيره ده مش هينفع. لازم يكون معاك شهاده الامتياز بتاعتك في مصر ان انت خلصت الانترنشيب بتاعتك عشان تقدر تقدم على F2 يعني. ده اللي توصلنا له لما اتكلمنا في الموضوع شويه. انا فيها شويه. مشكلتها في كذا حاجه يعني. اول حاجه انت مش هتاخد شهاده التخرج اصلا بتاعتك غير لما تخلص امتياز. صح. وانت محتاج
محتاجها عشان جيمس عشان تقدم على الجي ام سي ريجستريشن بالظبط. فالموضوع غالبا هيبقى فيه مشكله، بس لو حد عايز يقرا اكتر ممكن يدخل بقى على الويب سايت موقع الجي. انا هسيب اللينك عامه في بتاع نقطه الامتياز دي بالذات. بس بنسبه كبيره ان لو حد في امتياز في مصر لازم عشان يقدم على F2 ستاند الون يكون خلص الامتياز في مصر. متشكرين يا ياسمين والله. ياسمين والله كتر خيرك. و يعني ان شاء الله السنه الجايه ما تقدمي على تريننج نعمل معاكي فيديو تاني بقى عن التريننج بتاعك.